سيبكم الزهقانة والغرقانة والعيانة. مفيش أحلى من الحلو اللي بنعمله في البيت من غير اختراعات ولا فزلكة. سهلة وبسيطة وهنعملها بطريقة حلوة جدا وشكلها تحفة. هنعمل مع بعض أساور الست بس طلعت معانا صغننة شوية. يلا بينا بسرعة نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هبدا بالشربات بتاعي علشان محتاجه يكون تقيل وبارد. عندي كوبايه ونص من السكر، عليها كوبايه واحده بس من الميه، وطبعا نفس الكوبايه هي علشان يطلع معاكي المقدار مظبوط. هنعصر عليها نص ليمونه ونرفعها على النار. من بعد ما يغلي معايا هيقعد 7 دقايق على النار، وبعد كده هحط له باكت من الفانيليا. لو انت حابه مش حابه استغني عنها. وهركنه كده على جنب علشان يبرد معايا ويتقل طبعا القوام بتاعه عن كده. هجيب بقى الصينيه بتاعتي اللي انا هشتغل فيها، وطبعا يفضل تكون الومنيوم علشان تسويلك الحاجه كويس جدا من تحت. عندي بقى هنا حوالي كده ربع كوبايه من الزبده على زيت، سمنه بلدي على زيت، او سمنه بلدي بس زي ما انت عايزه براحتك. هندهن الصينيه بتاعتنا كويس كده بدهنه حلوه من السمنه ونركنها على جنب. جبت بقى لفة الجلاش، وطبعا لازم تكون معاكي طازة علشان ما تكونش متقطعة وتديلك الشكل اللي انت عايزاه. هنقسمها بالنص بالطول زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وبحط النصين كده فوق بعض وبغطيهم بفوطة مطبخ نظيفة وبركنهم كده على جنب. طول ما انا شغالة بيكون متغطي معايا علشان ما ينشفش معايا ولا يتكسر، واقدر اشكله بكل بساطة وسهولة. اخدت كده ورقه واحده بس كده منهم، طبعا دي نص الورقه الكبيره اللي انا قسمتها بالسكينه، ودهنتها كده مسحه بسيطه من السمنه، مش بنكتر سمنه خالص. وطبقتها نصين وبرده مسحه تاني كده من فوق. وعندك بقى اي شاليمو، اي عصايه طقم التوزيع اللي بتكون تخينه دي، اي حاجه تكون تخينه كده مبرومه. هبدا بقى الف عليها ورقه الجلاش بتاعتي وبخليها مهويه، مش بضغط عليها قوي علشان تبقى معاكي كده من جوه مفرغه وحلوه كده، ما تكونش معاكي مكتومه. وفي الاخر بسيب سنتي او اقل كده من السنتي، مش بلفها للاخر، وبديها كده على شكل دائره او شكل ورده وبحطها في الصينيه بتاعتنا اللي احنا كنا محضرينها. هنعمل مع بعض اكتر من واحده، فكرتها بسيطه جدا وشكلها حلو قوي قوي في التقديم. جبنا الورقه بتاعتنا دهناها مسحه بسيطه من السمنه وطبقناها نصين زي ما انتم شايفين، ومسحه تاني برضو من السمنه. وطبعا السمنه دي هتخليها مورقه معاكي جدا جدا. نبرمها زي ما انتم شايفين كده، بنخليها مهويه، مش بنقرص عليها قوي واحنا بنبرمها، وبنخليها مهويه زي ما انتم شفتوا. وبنكشكشها كده، بنضمها كده على بعض ونصبر كده عليها ثانيتين كده بس عشان الرسمه تثبت. وزي ما قلت لكم مش بنلفها للاخر، بنسيب كده سنتي او اقل من سنتي. مش بنلفها للاخر علشان بيكون القاعده بتاعتنا عشان نحط عليها المكسرات. زي ما انتوا شفتوا الاساور بتاعتي طلعت صغيره شويه صغنونه كده. فلو انت حابه تكون اسوره كبيره، هتعملي ورقه على بعضها، مش هتقطعيها بالسكينه زي ما احنا عملنا كده في الاول. هتعملي ورقه كده على بعضها. بس طبعا لما انت بتقطعيها بالسكينه نصين بتطلع معاكي كميه اكبر، لكن طبعا بيكون حجمها اصغر. زي ما انتوا شايفين اهو، عملتها معاكم اكتر من مره اهو. زي ما انتوا شفتوا كده بنلفها كده بكل سهوله اهو. وبنضمها كده على بعض او بنكشكشها كده على بعض ونصبر شويه، وبنسحب الخله بتاعتنا او الشاليمو او ايا كان اللي بنلف عليه ايه، وبنخليها كده زي ما انتوا شفتوا كده مدوره او شكل واوعي تنسي وتلفيها للاخر. انا محتاجه طبعا الجزء اللي فاضل ده في الاخر زي ما قلت لكم علشان هنحط عليه المكسرات. كده خلاص بصوا بتبقى معاكي سهله جدا وشكلها تحفه جدا جدا. وزي ما قلت لك لو انت عايزاها كبيره بتخلي الورقه على بعضها، مش بنقطعها نصين. وانا هنا عملتها معاكي في الفيديو اكتر من مره علشان اوصلك فكرتها قد ايه سهله وبسيطه وشكلها تحفه جدا جدا. شايفين اهو، بتبرميها وبتكشكشيها وتصبري شويه، وبتسحبي الخله بتاعتك وبتلفيها كده شكل دائره وبس كده. وده كده كان شكلها النهائي بعد ما خلصنا. وانا عملت معايا صينيتين من نص كيلو جلاش. زي ما قلت لك لو انت قطعها نصين هتطلع معاكي كميه حلوه. دهنه بسيطه كده من بواقي السمنه اللي كانت معانا. عايزه اقولك الوصفه دي بتاخد كميه سمنه قليله جدا بمقارنه باي وصفه جلاش تانية بتاخد سمنه اكتر. انما الوصفه دي بتاخد مسحتين كده بسيطه من السمنه من جوه عشان التوريقه، ومن بره كده علشان تديلها لون حلو. حاجه بسيطه جدا. وطبعا الفرن عندي كانت سخنة على حرارة 200. دخلتها على الرف الوسطاني لغاية ما اخدت معايا لون من تحت، وفتحت لها الشواية علشان تاخد معايا لون جميل من فوق. وطول ما هي في الفرن يا جماعة بناخد بالنا عشان الجلاش بيستوي بسرعة وبياخد لون بسرعة. لو انت بقى هتحشيها مكسرات، فستق، عين جمل، لوز، اي حاجة من الحاجات دي، بتحشيها قبل ما تدخليها الفرن، طبعا بتتحمص كده معاها وهي تستوي. انما لو هتحطي زبيب او جوز هند يبقى ده بعد السوا علشان طبعا ده هيتحرق معاكي في الفرن. فانا عملت كده، كنت حاشيه جوز هند وزبيب وسوداني، فده انا حطيته بعد ما خرجت معايا من الفرن واتحمرت.
علشان زي ما قلت لكم الزبيب والجوز هند بيتحرق معايا في الفرن. اول ما خرجت على طول من الفرن حشيتها كده بالحشوه بتاعتي، اي حشوه انتي حباها، ولو مش عندك حشوات سيبيها ساده كده طعمها حلو جدا. على طول بقى السيرب بتاعي التقيل البارد، هسقيها كده وهي سخنه زي ما انتوا شايفين، بيخليها مقرمشه وغرقانه كده في العسل. زي ما انت حابه كتري بقى او قللي الشربات زي ما انت عايزه. وده كان شكلها في طبق التقديم. طبعا الحشوة بتاعتي بتثبت وبتمسك فيها لما بننزل عليها بالشربات وبنسيبها تهدى شوية. وصفة حلو سهلة، من نص كيلو جلاش عملنا وصفة حلوة جدا، وكمان الحشوة كانت سهلة وبسيطة وعلى قد الايد. اتمنى تجربوها وانا واثقة ان هي تعجبكم وتعملوها اكتر من مرة. اشوفكم على خير، مع السلامة.